انت قاعد هنا يا غالي وانا قاعد ادور عليك، تعال اسمع معايا المقطع ده. انت سلبي وجاهل وما عندكش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش فلسفه بتفلسف. المقطع ده ما بين عادل وبخيتة، تقريبا كانت مراته وبيتخانقوا مع بعض، فقالت له الجملة دي: انت سلبي وجاهل وما عندكش social political comprehension. social political comprehension. social اللي هو الاجتماعي اللي هو علاقة بالمجتمع والناس، وpolitical السياسة واللي هو العلاقة بالتعاملات السياسية، comprehension الوعي والفهم. فانت لا انت عندك وعي مجتمعي وبتعرف تتعامل مع الناس، ولا انت عندك وعي سياسي وبتفهم في اقتصاد البلد، سياسه البلد، اي حاجه ماشيه في البلد عموما. فانت على الله زي الطور ماشي، ما انتش فاهم اي حاجه في اي حاجه. فهي هنا كانت بتهينه حرفيا، ولكن هو طبعا كانش فاهم اي حاجه، لان هو زي ما قالت جاهل وسلبي وما عندوش social political comprehension. فعشان ما تبقاش زيه relax and listen، اسمع كويس. social political comprehension. social political comprehension اللي هو الوعي السياسي والوعي الاجتماعي، انك تكون فاهم البلد وفاهم السياسات اللي بتمشي فيها واللي بتتم فيها، وفاهم كل حاجه وكل صغيره وكبيره، رفيعه وتخينه، قصيره وطويله. فانت فاهم كل حاجه، ما انتش جاي جاهل ماشي في الدنيا وبس. لو عندك اي مقطع تاني ما انتش فاهمه عشان ما تبقاش زي عمك الحاج عادل، ابعته لنا او سيبه لنا في الكومنتس. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك ما تنساش الشير. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم.